العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بالعناوين. وفد إريتريا يشارك في منتدى التعاون الصيني الأفريقي. دعوة لمدراء الضواحي المنتخبون تنفيذ تعهداتهم. الإريتريون في إسرائيل يبحثون القضايا الوطنية. المجلس العسكري في تشاد يصدر عفوا عاما عن المتمردين. مقتل 11 شخص إثر هجوم مسلح على سجن في وسط نيجيريا. روسيا تؤكد نجاح أحدث تجربة لصاروخ زيروكون الأسرع من الصوت. التأم في دكار السنغالية المؤتمر الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي بمشاركة عالية المستوى لإريتريا. التفاصيل في سياق التقرير التالي. شارك وفد إريتريا عالي المستوى المكون من وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومسؤول الشؤون الاقتصادية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد حقوس جبرهوت. شارك في المؤتمر الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي الذي انعقد يومي 29 و30 من نوفمبر في العاصمة السنغالية داكار. وانعقد المؤتمر بشعار تعزيز الشراكة الصينية الأفريقية وضمان التطور والبناء للمستقبل المشترك في العصر الجديد، وذلك بهدف تقييم تنفيذ قرارات مؤتمر القمة الذي انعقد في بكين الصينية عام 2018 والتعاون الصيني الأفريقي لمكافحة وباء كورونا وتأثيره. وقال رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ في الكلمة التي ألقاها في افتتاح المؤتمر بالفيديو الافتراضي، قال إن على الصين وأفريقيا العمل والتعاون للمصلحة المشتركة والمستقبل في العصر الجديد بتعزيز العمل لمكافحة وباء كورونا وتأثيراته والتعاون الفعلي والدفع بالتنمية الخضراء والوقوف مع العدل والعدالة. وأكد تعاون بلاده خاصة في مجالات الصحة وخفض الفقر والتنمية الزراعية وتفعيل التجارة والاستثمار ونقل التقانة وبناء القدرات والتبادل الثقافي وإحلال السلام والأمن. وأوضح وفد إريتريا في خطابه في المؤتمر أن أفريقيا في النظام العالمي الحالي أصبحت رهينة العزلة وعدم المشاركة في الشراكة الدولية من أجل المصلحة المشتركة وانتفاء الحقوق، وتقوم بعض القوى في انتهاك للقوانين والأعراف باتخاذ خطوات غير قانونية تؤدي بالمخاطر بسيادة الدول والشعوب، مشيرا في ذلك الحظر الأحادي الصادر ضد إريتريا. وأشاد بكامل الدعم الصيني لإفريقيا وشدد على منح الاهتمام لتكون العلاقات التجارية الصينية الأفريقية موازنة ومستدامة. والتقى الوفد الإريتري المكون من وزير الخارجية السيد عثمان صالح ومسؤول الشؤون الاقتصادية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد حقوس جبرهوت على هامش المؤتمر. التقيا بوزير الخارجية الصيني السيد وانغ يو وبحث الدفع بالعلاقات الثنائية وإمكانية التنسيق في المحافل الدولية. وقدم الوفد الإريتري في اللقاء توضيحا حول تطور علاقات الشراكة والتعاون الإريتريا الصينية في السنوات العشرين الماضية، وكذلك التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة القرن الإفريقي وحوض البحر الأحمر بسبب التدخلات الجيوسياسية لأجندة القوى الخارجية خاصة أمريكا ودول أوروبا، وكذلك أهمية تعاون دول المنطقة لتحقيق السلام والاستقرار وسلامة الخطوط المائية. وشرح الفرص الواسعة للتعاون الاقتصادي مع إريتريا عامة ومجالات التجارة والاستثمار التعدين والصناعة والزراعة والثروة البحرية خاصة. من جهته قال وزير الشؤون الخارجية الصيني الوزير وانغ يو إن بلاده تعارض بشدة مبدأ للحظر الأحادي والتدخلات في الشؤون الداخلية للدول، موضحا في الوقت ذاته بأن بلاده تسعى جاهدة لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي، مؤكدا جاهزية بلاده للعمل المنسق مع إريتريا في المحافل الدولية. كما بحث السيد حقوس جبرهوت مع وزير التجارة الصيني وانغ وانتيلا في مجالي الاستثمار والتجارة، وقد ارتفعت خلال الأشهر التسعة الماضية لهذا العام التبادلات التجارية بين الطرفين إريتريا والصين بنسبة 40%.
إضافة إلى مجالي التعدين والقيمة المضافة. كما بحث الطرفان إمكانية تعزيز التعاون في المجالات الزراعية والثروة البحرية والطاقة والمالية. في غضون ذلك بحث الوفد الإريتري في مجالات مماثلة مع نائب وزير الخارجية السيد دينغلي. وننتقل إلى أخبار أخرى، حيث أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز العزل والفحص في أقاليم الجنوبي والأوسط والغاشبركة قد أظهرت إصابة 17 مواطن بفيروس كورونا. وقد ظهرت 11 إصابة في مراكز الفحص في الأقليم الجنوبي، 4 منها في مندفرة، و2 في عرزة، و2 في عديخالة، و2 في إنداغرغيس، و1 في ميدما، و5 إصابات في الأقليم الأوسط، 2 في مراكز العزل، و3 في مراكز الفحص من وسط المدينة، و6 أنتوتو وسبيس، وإصابة واحدة في بارنتو. في غضون ذلك شوفي 12 مرضى كورونا من الأقليم الأوسط. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 7358 شفي منهم 7096 وتوفي 60 مريضا، فيما لا يزال 202 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 30 من نوفمبر 2021. قال حاكم الإقليم الأوسط السيد في السهي هايلي مدراء الضواحي ولجان القرى المنتخبون في الإقليم إن من المتوقع منهم خدمة الشعب بكفاءة وإخلاص والدفع بالخدمات الإدارية والبرامج التنموية. وأشاد السيد في السهاية في مقابلة مع إيرينا بالمشاركة الواعية للشعب في الانتخابات التي جرت من 7 من نوفمبر في 16 في 16 مديرية، وأن الإدارات المنتخبة باعتبارها الرابط بين الشعب والحكومة عليها القيام بدور رائد في جهود إحلال العدالة الاجتماعية. وشكر الإدارات المنتهية ولايتها التي عملت منذ عام 2017 مشيدا بمساهمتها للتعاون وتعاضد الشعب في فترة وباء كورونا. وأشار تقرير قسم متابعة الإدارات والمجالس في إدارة الإقليم الأوسط بأن المرأة شكلت 31% من مدراء الضواحي المنتخبون، و31% من مساعدي المدراء، و45% من لجان القرى. قدم مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية فورو دعما ماليا وعينيا لأسر الشهداء والمعاقين والمرأة الراعية. وأوضح مسؤول المكتب السيد دين عمر أن الدعم شمل فتح متجر والمواشي لضمان الدخل الاقتصادي والأدوات الدراسية. وذكر تقديم 6000 نقفة لكل من 4 أسر منتصف هذه السنة بالتعاون مع وزارة الثروة البحرية وتأهيل أسر الشهداء ومعاقي الحرب والأيتام بالماعز والأغنام والجمال. وأشار إلى تقديم الأدوات الدراسية لحوالي 50 طالب في السنة الدراسية 2021-2022. من جانبه أوضح مسؤول الخدمات الاجتماعية في مديرية فورو السيد أزر إزجي إن مريم أن رعاية المحتاجين والأيتام عامة وأسر الشهداء والمعاقين خاصة مسؤولية الجميع وليست مسؤولية الحكومة وحدها، مؤكدا تعاون إدارة المديرية مع المدعومين لتحسين حياتهم المعيشية. كما قدم مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في شعب الأدوات الدراسية ل350 طالب ودعم عيني ل39 مواطن. وقدم مكتب الوزارة أيضا في جندع الأدوات الدراسية ل250 طالب. بحث الإريتريون في إسرائيل يوم 27 من نوفمبر القضايا الوطنية تحت شعار التعبئة ضرورة مرحلية. وأوضح القائم بأعمال السفارة الإريترية في إسرائيل السيد سلومون كنفه في السيمينار الذي شارك فيه المئات، أوضح برامج التصدي ودور المواطنين في المهجر وتحديات التدخلات الخارجية في مسيرة السلام والصداقة والشراكة الإقليمي وجهود التصدي لها. وذكر المشاركون في السيمينار إدراكهم بأن الأزمة التي تشهدها دول الجوار خاصة والمنطقة عامة هي نتيجة التدخلات الخارجية
شجبوا الحظر الأمريكي الأحادي غير القانوني وغير العادل ضد إريتريا، وأكدوا على الوقوف إلى جانب شعبهم وحكومتهم وتقديم كل المتطلبات الوطنية، مشيدين بقوات الدفاع الإريترية المرابطة للدفاع عن السيادة الوطنية وبناء الوطن. في غضون ذلك أكد الإريتريون المقيمون في كاليراي وساسكاتون الكندية تعزيز مساهمتهم في البرامج الوطنية، وأقاموا حفل تأبين لاستشهاد سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد الأمين محمد سعيد والعميد نقاش تسفاتين. دعا مسؤول الصحة في مديرية دواروا لتعزيز جهود المجتمع وإدارات الضواحي ولجان القرى لإنجاح برامج إصحاح البيئة. جاء ذلك خلال تدشين إصحاح بيئة 10 قرى في المديرية. وأوضح مسؤول الصحة الممرض سيراك دباس في المناسبة أن إصحاح البيئة يكافح معظم الأمراض المعدية، داعيا جميع القرى لتنفيذ برنامج إصحاح البيئة في الجدول الزمني الموضوع. وذكر الخبير الصحي السيد مدحاني جبر ميكائيل أن أنشطة التوعية أحدثت تغييرا إيجابي ويجب مواصلته حتى تنفيذ البرنامج كاملا. وقال مدير مديرية دوباروا سيد فروينجل تخل هيمانوت إن برنامج إصحاح البيئة المجتمعي لم يخطو جيدا نتيجة عدم اهتمام الجهات المشاركة، داعيا العمل الجاد لإكمال البرنامج حتى نهاية السنة. فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، ابقوا معنا. في بادرة يرى مراقبون أنها تضفي شرعية على حكم الرئيس محمد ديبة، أصدر المجلس العسكري الحاكم في تشاد مرسوم عفو عام عن المتمردين والمعارضين المدنيين، خصوصا بارتكاب جرائم رأي أو إرهاب أو المساس بوحدة الدولة بقية حض الجماعات المسلحة على المشاركة في حوار وطني. ويشمل الإجراء 296 مدنيا بين معتقلين وغير معتقلين، ويلبي أحد مطالب جماعات المتمردين الكبرى لإجراء مفاوضات بدعوى من الرئيس محمد ديبة الذي تولى السلطة بعد مقتل والده في أبريل في معارك مع متمردين. أعربت المجموعات المتمردة التشادية الرئيسية في مطلع نوفمبر أنها جاهزة للمشاركة في حوار وطني وفق بعض الشروط، بينها إقرار عفو عام. قتل 11 شخص في هجوم على سجن بمدينة جوس بولاية بلاتو وسط نيجيريا، فيما تمكن 262 سجينا من الهرب. ونقل موقع إخباري عن بيان للناطق باسم هيئة السجون فرانسيس أنيبور قوله إن 11 شخصا قتلوا في الهجوم المسلح الذي استهدف سجن جوس، موضحا أن من بين الضحايا 9 سجناء وحارس الشرطة وأحد المهاجمين، وأصيب 7 أشخاص بينهم 6 سجناء. وأشار أنيبور إلى أن مسلحين هاجموا بأسلحة ثقيلة الحرس الأمني الموجود في السجن، ودارت بين الطرفين معركة شرسة. وأوضح أنيبور أن منفذي الهجوم وكذلك 262 مسجونا قد هربوا قبل وصول تعزيزات لقوات حماية السجن، مشيرا إلى أنه تم إعادة ضبط 10 سجناء ويتبقى 252 مسجونا هاربا. نهاية النشرة، اسمحوا لي أن أذكركم بأهم ما جاء فيها. وفد إريتريا يشارك في منتدى التعاون الصيني الأفريقي. دعوة لمدراء الضواحي المنتخبون تنفيذ تعهداتهم. الإريتريون في إسرائيل يبحثون القضايا الوطنية. المجلس العسكري في تشاد يصدر عفوا عاما عن المتمردين.
مقتل 11 شخص إثر هجوم مسلح على سجن في وسط نيجيريا. روسيا تؤكد نجاح أحدث تجربة لصاروخ زيركون الأسرع من الصوت. إلى اللقاء.